السلام عليكم. اليوم بنسوي معكم رز باللوبيا مع صوص الزبادي. نشوف الطريقة. أول حاجة أنا عندي اللوبيا، هذا شكلها. بحطها على القدر وحط عليها الموية، أسلقها تقريبا لمدة 10 دقايق على نار متوسطة، نص سلقة بهذا الشكل، عليها شوية قساوة. حاليا بصفي اللوبيا وأخذها على جنب وأبدأ أسوي الرز. هنا عندي ملعقة سمنة أحمصها مع شوية بصل. حاليا بحط ملعقة ثوم مهروس وقلب مع بعض بهذا الشكل. حاليا بحط الرز المنقوع المغسول 20 دقيقة وقلبهم مع بعض كويس. حاليا بنزل الموية الحارة، تقريبا لكل كوب رز كوبين موية ورشة ملح وملعقة سمنة على الوجه، وقلب واترك على نار عالية إلين ما تبان حبات الرز بهذا الشكل. حاليا بنزل اللوبيا اللي سلقتها نص سلقة وقلب تقليبتين وغطي القدر على نار هادية شمعة لمدة 20 دقيقة، وبكذا تكون طبختنا جاهزة. شوفوا الرز ما شاء الله تبارك الله نثري. قبل لا نحط في صحن التقديم بنسوي صوص الزبادي. هنا عندي علبة زبادي، بحط ملح، بهارات مشكلة، ربع كوب عصير ليمون، وقلبهم مع بعض. بعد كده بحط فلفل أسود مجروش وقلب كويس. حاليا بحط في صحن التقديم، حط الصوص. بعد كده بحط البصل المقلي، رشة بقدونس، وبس كده، وعليكم بألف عافية.